السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما. النهاردة بقى هكلمكم عن الخنقة والضيقة اللي بتيجي لكل بنت او ام، تلاقي فجأة نفسها مش طايقة نفسها ومش قادرة تعمل اي حاجة، وحاسة على طول بخنقة، وعلى طول حاسة اللي هي عايزة تعيط بس مش عارفة ليه، وعمالة تتعصب على اللي حواليها، وعمالة تتعصبي على العيال، واتخنقتي منهم واتخنقتي من جوزك وخلاص مش طايقة حد، ومش عارفة الحالة دي ليه، ومش عارفة تعملي ايه. هقولك بالظبط تعملي ايه لما تلاقي نفسك خلاص جبتي اخرك وطاقتك خلاص فاضت. ما كل واحد مننا طاقة، وكل واحد وكل واحدة طاقتها بتخلص وخلاص، بس لما الطاقة بقى بتاعتنا بتخلص المفروض اللي احنا بنجددها، بس احنا بقى بنقعد ايه، نتحمل اكتر على نفسنا ونقعد نضغط نفسنا اكتر اكتر لحد ما فجأة بنلاقي نفسنا عايزين نصرخ، او تلاقي نفسك بقى هتضربي حد، هتطلعي ترند وهتبقى مصيبة. لا، هقولك تعملي ايه بالظبط عشان لما طاقتك تخلص تجدديها ازاي. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين. بصي يا ست الكل، الحاله اللي بتجيلك دي او الخنقه اللي بتجيلك دي بسبب الضغوطات اللي عليكي، بسبب اللي انت كل المسؤوليات بتبقى على دماغك، بسبب الضغوطات بتاعت ولادك وجوزك اللي مش عارفه تراضيه ازاي ولا تعملي ايه معاه، وبيتك اللي كل شويه تنضفيه وما بيقعدش ساعه ويتقلب تاني بسبب الولاد وشقاوتهم، بسبب الولاد ومشاكلهم اللي مش عارفه تحليها. فساعات بنحس بالخنقه دي وفجاه بيجيلنا خنقه كده وضيقه نفس، مش طايقين حد ومش عارفين نعمل ايه. وللاسف الشديد الحاله دي اللي بيدفع ثمنها الولاد، لان احنا بنقعد نتعصب عليهم كتير وبتوصل انت ممكن تضربيهم وتهزقي بكل شويه. لا، فعشان الولاد مالهمش ذنب هقولك تعملي ايه بالظبط لما تحسي ان انت خلاص جبتي اخرك وان الدنيا جايه عليكي وكل مشاكل الدنيا بقى تتحط فوق دماغك. لا، كل اللي انت فيه ده اسمه ضغط. انت عليكي ضغط كتير، وعشان انت او انت في مكان مثلا موظفة وعليكي شغل كتير وعليكي مسؤوليات وبتاع، فكلنا بنحط في الحالة دي، كلنا بتحصل لنا الحالة دي. فاقولك تعملي ايه بالظبط عشان تخرجي منها وتبقي ريلاكس كده ومودك يبقى حلو، عشان ايه تقدري تكملي. مش هقولك المشاكلك هتتحل فجأة، لا، كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا ضغوطات ومسؤوليات، بس المفروض ان احنا بنهون على نفسنا، واللي احنا طبعا بنبقى بندي لنفسنا بقى طاقه ايجابيه، وكل ما طاقتك تخلص تشحنيها تاني. فهقولك ازاي تشحني طاقتك، ده مهم جدا نتعلم ازاي نشحن طاقتنا عشان نقدر نكمل، وربنا يخلينا ولادنا وبيتنا وجوزنا وعيالنا، او ربنا يخلي لك دراستك وباباكي ومامتك واخواتك واهلك وكل الناس اللي حواليكي، مالهمش ذنب خالص اللي انت تطلعي خنقتك دي عليهم، واللي انت تتعصبي كل شويه من غير سبب وتقعدي تعصبي. لا، اهدي كده. عايزه اقولك ان حياتك بمشاكلها بكل الضغط اللي انت فيه ده، فانت احسن برضو من غيرك. الحمد لله في مكان قاعده فيه، في ناس حواليكي بيحبوكي. فاما بالنسبه للمشاكل، كل الناس عندها مشاكل وكل الناس عندها مسؤوليات كبيره. وعلى فكره الحاجات اللي ضغطاكي دي، والبيت اللي انت كل شويه تنضفيه، والعيال اللي كل شويه تلمي وراهم، دول نعمه من ربنا لازم تحمدي ربنا عليها اولا، والحمد لله يا رب في الفرح وفي الحزن، والحمد لله في الايام الحلوه الهاديه، على الايام الحلوه الهاديه، والحمد لله على الايام الصعبه. كل ده نعمه من ربنا. هقولك بقى ايه تعملي ايه عشان تبقى ريلاكس كده ومودك حلو. اهم حاجه ان انت يبقى مودك حلو وريلاكس كده عشان تقدري تكملي، وعشان البيت ده يفضل مفتوح بيكي. البيت دايما بيفضل متعمر بالام. الاب مهم ويا رب يخليهولنا يا رب، بس الام برضو هي اللي بتخلي ايه البيت يفضل مفتوح، يفضل فيه روح، وهي اللي بتعمل شغل البيت، وهي بتعمل الغدا الحلو اللي بيجي من شغل يلاقيه، والولاد الحلوه اللي بتاكله، هي اللي بتنظف وتخلي المكان حلو، هي اللي بتساعد، هي اللي بتقوي، هي اللي بتقول كلمه طيبه. ويعني ايه الام مهم جدا اللي هي نفسيتها تبقى كويسه وتبقى حلوه كده عشان ولادها، عشان ده بيأثر على ولادها. هقولك بقى تعملي ايه بالظبط يا ستي لما تلاقي نفسك جبتي اخرك من الدنيا وطاقتك خلصت خلاص ومش قادره تعملي اي حاجه. عايزه اقولك ادي وقت لنفسك، قولوا لهم كده معلش، معلش بقى انا هدي ايه لنفسي ساعتين 3 عشان اشحن فيهم طاقه.
هتعملي ايه بقى؟ هتاخدي بعضك وتنزلي تخرجي تروحي في اي حته، انزلي تمشي ان شاء الله، تتمشي على البحر، على الكورنيش، اي مكان انت بتحبيه. مش لازم تروحي تقعدي في مقدرتك طبعا تروحي تقعدي في مكان حلو وتعززي نفسك كده وتشربي حاجه حلوه، تمام، مش مقدرتك يا ستي ولا يهمك. انزلي تمشي في اي حته، شمي هوا حلو كده وهوا نضيف. عارفه زي ما تقولي ايه، هتفضي دماغك شويه، يعني هتفضي دماغك شويه من صداع العيال، هتفضي دماغك شويه من الدوشه ومن الخنقه. يعني الواحد لما بيبقى في مكان مقفول على طول بطاقته السلبيه بتفضل معاه. لا انت حاولي تخرجي، حاولي تهدي. حتى لو خدتي ولادك معاكي وخدتيهم، هتاخدي دكتورات معاكي بقى يعني اللي ترضيلك خديهم معاكي، بس روحي ايه لو مفيش حد تسيبيهم معاه خلاص هتاخدي ايه دكتوراتك معاكي وتاخديهم وتروحي بيهم مكان هما بيحبوه وبتاع. العيال هتلعب وتغير طاقه وبتاع، وانتي في نفس الوقت اول ما بنشم الهوا كده بره بتاع الخروج ده سبحان الله حالتنا بتتغير. فيا سلام بقى لو وانتي ماشيه عديتي بقى على مسجد، صليتي كده ركعتين لله. الواحد كده لما هو ماشي كده بيلاقي الاذان بيأذن وبيدخل، والمكان بقى بتاع الحريم ده مفتوح. يعني للاسف مش دايما المساجد بيسيبوا ايه الاماكن بتاعت السيدات، فلو عارفه مسجد كويس ومكان بيبقى مفتوح ادخلي كده صلي ركعتين. الصلاه في المسجد المسجد نفسه بيدي طاقه كده ايجابيه حلوه قوي. مجرد ما نخش بيت ربنا، يعني هو اي مسجد ده بيت ربنا، تخشي كده وتصلي وتسجدي كده وتقولي يا رب انا جايه لك لحد بيتك، اهدي لي نفسي واهدي لي روحي، واشتكي ربنا كده وقولي كل اللي عندك لله. يعني ربنا بصي مش هيزهق منك، اقعدي بقى اتكلمي زي ما انت عايزه واحكي وفضفضي، قولي كل اللي جواكي وادعي ربنا كده بصلاح الحال، وان مشاكلك اللي ضغطاكي دي تتحل، وان ربنا يديم عليكي النعمه، ولادك وزوجك وبيتك، ويحفظك اهلك كلهم. حاجه حلوه قوي لما نقعد نتكلم مع ربنا ونقعد ندعي كده. اصلا الواحد لو حتى يعني لو مش هتقدري تنزلي ولا تروحي في حته وقعدتي صليتي في بيتك كده في هدوء وقريتي القران ودعيتي ربنا، هتلاقي نفسيتك اتحسنت كتير قوي. يعني احسن ما تقعدي تصرخي في العيال وخلاص تقعدي تعيطي وبتاع، عيطي وانتي ساجده، شوفي بقى احساسك بقى، هيبقى هتلاقي نفسك فوقتي كده، يعني شلتي كل الهموم اللي على دماغك اللي انت شايلاها دي، هتلاقي نفسك شلتيها وفضيتيها كده. يعني بعتيها عند ربنا بقى، بعتي كل مشاكلك وكل ضغوطاتك لربنا، وهو اكيد ربنا هيحلها لك وهيسهل لك امرك والدنيا هتمشي معاكي ايه حلوه بعديها. فاهم لازم اولا يبقى يعني علاقتك بربنا كويسه. حاجه كده تبقى ايه، حاجه في يومك من عادات يومك تعمليها مرتين في الاسبوع ولا 3 مرات في الاسبوع، هترتاحي نفسيا. العبي كده رياضه في البيت، مش هقولك روحي الجيم، عندك وقت تروحي الجيم وفي امكانيه تمام روحي، ما عندكيش وقت طبعا الولاد مش بيخلونا نعرف نروح في حته، وانتي في البيت كده ومع ولادك عادي. يعني شغلي بقى فيديو على اليوتيوب مش مخلي، شوفي العبي رياضه بقى وايه واعملي زيهم كده، هتلاقي نفسك خرجتي كل الطاقه السلبيه من جسمك، هتلاقي بقى نفسك ايه، بقيتي فرفوشه كده وشحنتي طاقه ايجابيه حلوه قوي. يعني الرياضه سبحان الله بتغير الحاله النفسيه تماما. الواحد لما بيبقى مخنوق وزهقان بيقولوا له ايه روح العب رياضه، هتلاقي نفسك ايه خرجت كل الطاقه اللي جواك. فعلا الرياضه بتغير المود جدا. فشغلي فيديو كده من على اليوتيوب، اي حركات كده تعمليها انت وولادك. ان شاء الله شغلتي رقص الزومبا وقعدتي ترقصي انت وولادك في بيتك، مش حرام، بيتك مقفول عليكي مع ولادك، او هم هيطلعوا الطاقه اللي عندهم، ربنا يهديهم ويقعدوا شويه ساكتين بعد ما يطلعوا الطاقه. يعني ممكن مثلا تعملي اكله انت وولادك بتحبوها، يعني اعملي ادخلي كده مع ولادك اعملوا كيكه مع بعض. هيبوظوا المطبخ والدقيق هيبقى في كل حته، بس والله هتتبسطوا قوي مع بعض لما تعملي كده. لو معاكي بنوته وتدخلي بقى تعلميها، تعالي بقى بصي اوريكي تعملي كيكه ازاي، تعالي نعمل ايه مش عارفه ايه، ولد يا ستي عادي تعلميه وشاركيه، حاسين ايه او زيني بقى الكيكه مع بعض وبتاع وتاكلوها مش عارفه، وتحطوا شمعه وهف خليكي بقى عبيطه، انزلي بقى بتفكيرك زيهم. الحاله النفسيه الحاله اللي انت فيها انت ولادي هتغير من نفسيتك، بحيث ان انت ايه هم مبسوطين، ولما تشوفي ولادك مبسوطين وبيضحكوا انت كمان ايه هيعود عليكي برضو الانبهار. لو انت عملتي كل ده ولسه حاسه ان انت زهقانه، والله العظيم هقولك حاجه، هي ممكن تكون متعبه شويه بس بتجيب نتيجه حلوه قوي. امسكي البيت اقلبيه، لو في مشكله
او موضوع عمال تفكري فيه كل شويه ومش عارفه تنشغلي عنه ازاي، هو ده اللي معصبك ومضايقك، حاولي تنشغلي عنه باي حاجه تانية. يعني ايه، ما تديش فرصه لنفسك اللي انت تقعدي كده تفكري، لا. امسكي مثلا البيت، اقلبيه. في واحده لما تمسك البيت تقلبه وتنضفه او تمسك الدواليب بقى تنزلها وتحطها تاني، تحس اللي هي ايه بقى، نفسيتها ارتاح. وبكده ابقى خلصت كلامي. وكل اللي وصل معايا لحد دلوقتي شكرا جدا على استماعك، ويا رب اكون فدتكم. ويا ريت ما تنسوش تشجعوني وتدعموني وتعملوا لي لايك على الفيديو، وتشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه، وتقولوا لي رايكم في الكومنت. وشكرا جزيلا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.